استكمالا للحلقة اللي فاتت، وخصوصا بعد ردود الأفعال الحلوة اللي جات لي وبعد ما كلمني كذا حد، خصوصا من أساتذتنا اللي خرجوا معاش، اللي كلهم أكدوا إن الشغل جزء مهم جدا في حياتنا، وهو العامل الأول في إنه مصدر رزق وتحقيق طموح وبنى كيان. لكن مش لازم ياخد كل وقتنا، لأن بعد ما بيعدي الوقت بنتفاجئ إننا ضيعنا من عمرنا وملحقناش نستمتع بحاجات كتير. وعشان كده لازم ناخد بالنا من وجود التوازن ما بين العمل والحياة زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت. غير بقى ان في شق تاني للموضوع، ان احيانا بيفقدنا جزء من نفسنا او انسانيتنا، خصوصا لو وصلت لمستوى وظيفي معين. يعني في ناس كتير عشان تترقى او تعلى في السلم الوظيفي او يكبر في الكيان اللي بيعمله، احيانا للاسف ممكن يلغي جزء من انسانيته او مبادئه، او لازم يتقمص دور المسيطر، وبكده بيكون فاكر انه هيكون المدير الشاطر الناجح اللي هيقدر يسيطر ويظهر. لكن المدير بيعتبر من أهم عوامل نجاح الشغل أو فشله. فعشان كده كان لازم نتكلم عن هل فعلا المدير لازم يتقمص شخصية معينة عشان يبقى مسيطر، ولا المدير بإدارته للفريق بتاعه وبدعمه ليهم، وإنه لازم يكون دعم ليهم دايما حتى لو حد في الفريق فشل. طيب هو ليه في الأغلب الشائع بس المدير اللي دايما مش محبوب وصاحب ثقافة فرق تسود أو العصبي وغيرهم كتير؟ هل هو فعلا ده اللي ينفع في الشغل، والمدير الكويس هو اللي بيتحارب ولازم يطلع ضعيف؟ هو ده بقى موضوع حلقة النهاردة. قصص كتير هنلاقيها في الشغل حوالينا، ناس كتير ممكن يجيلها اكتئاب أو إحباط، حتى ممكن توصل إنها تقدم استقالتها بسبب مديرها، والعكس في ناس ممكن تنجح أكتر وتتحفز برضه بسبب مديرها. هنتكلم عن أسوأ صفات ممكن تكون قابلتها في مديرك، وإزاي تعرف إن الصفة دي هتأثر عليك بالسلب ولا لأ. بس قبل ما نكمل حاجات كتير قوي في حلقتنا النهاردة، هقول لكم على سؤال الحلقة اللي بيقول إيه أسوأ صفة قابلتها في مدير، وهل تعتقد إنه كان لازم يبقى كده عشان يكون مدير مسيطر؟ بما إننا بنتكلم عن أسوأ صفة ممكن تكون قابلتها في مدير اشتغلت معاه، فأنا جمعتهم النهاردة. هم أسوأ 8 أنواع من المديرين ممكن تكون قابلتهم في حياتك، ويفضل لو تقدر ما تشتغلش معاهم، يفضل يعني. نمرة 1، أنا هعدهم معاكم بس عشان تبقوا عارفينهم. نمرة 1، المدير الاعتمادي واللي على طول بينسى. ده هتلاقيه دايما بيرمي المسؤولية على غيره، لأنه بيبقى عارف إنه مش قد إنه يحل المشكلة، ودايما بيلوم الموظفين لو وقعوا في أي غلط. والأسوأ إن لو الموظفين نجحوا بينسب الفضل لنفسه، ولأنه مش شايل المسؤولية دايما بينسى. تلاقيه دايما بيبلغك بالتاسكات اللي عليك أو الشغل المفروض يديهولك قبل الديدلاين بكام يوم. نمرة 2، المدير اللي بيستخدم سياسة فرق تسد، ودي أسوأ صفة ممكن تقابلها في حياتك. طول الوقت بيوقع بين الموظفين ومشغل عصافير، وده غالبا بيكون المدير الأناني اللي هتلاقيه عنده حب شديد لنفسه وبيعاني من الأنانية المفرطة. وده بيعتبر فعلا من أسوأ المديرين اللي ممكن تشتغل معاهم، لأن كمان هتلاقيه دايما بيركز على نقط ضعف الموظفين، ودايما بيقول لكل موظف الشغل من وجهة نظره هو، ما بيديش التفاصيل الكاملة، عشان في الآخر الناس دايما تلاقيها مش مركزة ومش فاهمين الشغل كويس. فطبعا سياسة فرق تسد هنا بالنسبة له تعرف تشتغل كويس زي ما بيقولوا. 3 بقى، المدير العصبي اللي بيتعصب على الفاضية والمليانة، وبيخلي الورك انفايرمنت أو جو الشغل مشحون جدا. نمرة 4، المدير اللي بيكره فكرة التعليم وفاكر الموضوع بالبلدي كده صنعة. ده عمره ما هيطور نفسه، وطبعا عمره ما هيفكر يطورك انت كمان. ولو حضرتك فكرت تفكر بره الصندوق وتقول له انا عايزه اتطور او تطور من نفسك، هتتصدم، لانه هتلاقيه اقل منك بكتير، وده طبعا هيعمل مشاكل كتير جدا. نمرة 5، المدير اللي مش بيسمع لحد، ومش من حقك تقول اي فكرة لتطوير العمل، اللي في دماغه هو بس. نمرة 6، المدير اللي عنده الحتة الإنسانية معدومة، يعني مش بيعرف عذر لأي حد لأي سبب من الأسباب. مهما كان عندك أعذار حتى لو خارقة، استحالة هيلتمس لك العذر. نمرة 7، المدير المتسلط أو سليط اللسان. ده ممكن يهزق أي موظف قدام أي حد. المدير ده بيعتبر من أسوأ أنواع المديرين في الشغل على الإطلاق، لأنه بيحاول يكون على رأس السلطة دايما، ودايما حاسس أنه فوق أي حد، ومن حقه يتعامل بأي أسلوب مع أي حد. وكمان ممكن يدي الموظفين معلومات ناقصة من غير تفاصيلها الكاملة، وده في الحقيقة بيبقى عنده كل التفاصيل، لكن عشان ما عندوش ثقة في الموظفين فبيحاول يديهم التفاصيل البسيطة عشان ما يعرفوش ينفذوا المهمة المطلوبة منهم بالشكل المظبوط، ودايما يرجعوا له عشان ياخدوا رأيه ويديهم ملاحظات. وده طبعا بيعطل الشغل، لأنه دايما بيشكك في قدرات فريق العمل اللي عنده وآرائهم كمان.
نمرة بقى 8 وآخر حاجة، المدير المادي. أهم حاجة عنده هي البادجت. ممكن ياكل حق الموظف عشان يوفر في الميزانية، عشان يكون المفضل عند الإدارة العليا إن أنا اللي بوفر لكم أهم. وتلاقيه دايما بيقولك فين أرقامك وحققت كام من التارجت، والتارجت ده اللي هو دلوقتي بعبع أي شغل في الوجود. طيب أنا هسيبكم بقى تفكروا بقى أنتوا اشتغلتوا مع أنهي نوع دول من المديرين، بس أسيبكم تفصلوا شوية بعد ما أكيد قلبت المواجع على ناس كتير. معاكم مروه مجدي، وموضوع حلقه النهارده ايه اسوأ صفه ممكن تكون قابلتها في مدير اشتغلت معاه، وهل يا ترى المدير لازم يكون عنده صفه من الصفات دي عشان يكون مسيطر فعلا ولا لا؟ وليه المدير الكويس ده بقى الجزء التاني بقى ما تحطش في السؤال، انا هكمله لكم انا. وليه المدير الكويس بيكون في نظر الاداره العليا مدير ضعيف بالرغم انه بيكون محبوب جدا من الموظفين بتوعه؟ طيب في العموم خلينا متفقين ان المدير او المديره ليهم دور مهم جدا في بيئه العمل والمجتمع. ودلوقتي بقينا نسمع عن ناس بيشتغلوا في شركات كبيره ومميزه وبيسيبوها بسبب المدير. طيب يا ترى ليه الحالات دي بتحصل وبقت تحصل كمان كتير؟ في الغالب بتبقى راجعه للصفات الثمانيه اللي اتكلمنا عليهم من شويه. لما بتكون صفه منهم او اكتر من صفه في المدير، فدي بتكون النتيجه ان حد ممكن يسيب المكان ويمشي. وده اللي هيوصلني لزتونه الحلقه النهارده. هتعمل ايه لو بتشتغل مع مدير من المديرين دول يكون بديل انك ما تسيبش شغلك وتمشي؟ وايه برضو هي صفات المدير الناجح عشان لما تكون مكانه ما تكررش نفس الغلط تاني؟ يلا نبدأ بقى في الأول. لو انت بتشتغل مثلا مع مدير عصبي، يبقى انت لازم تكون عارف كويس ايه هي المهام المطلوبة منك او التاسكس يعني، وبعد كده تفكر في الطرق المناسبة اللي تقدر تعتمد عليها عشان تنجز المهام دي بشكل مميز، وعشان تتجنب عصبية المدير وتكسب رضاه. اصلا انا اقدر اغير او اسيطر على نفسي، لكن اكيد مش هقدر اغير من طبيعة عصبية المدير، لان غالبا العصبية دي بتكون طبع فيه. حاول كمان تتجنب انك تقع في اخطاء، وتحاول تستفيد من خبرات السابقين، وتنمي وتطور قدراتك بشكل مستمر. تاخد كورسات، تتعلم من الاخطاء اللي ممكن تعمل لك مشاكل مع مديرك. حاول تطور نفسك على قد ما تقدر، وحاول كمان تتكيف مع الوضع لو كان الوضع في قوة احتمالك. حط تحت قوة احتمالك دي كام خط كده. حاول دايما تحافظ على هدوء أعصابك، وابعد عن الانفعالات والغضب، لأن ده هيقلل من وجود دايما خلافات وخناقات بينك وبين مديرك. في بعض الحالات لازم تتجنب كمان المدير في إنك تدخل تكلمه أو تتناقش معاه. اختار دايما وقت صح عشان تعرف تتكلم مع المدير بتاعك. ولما تغلط وتبقى عارف إنك غلطان، لازم يكون عندك ثقافة الاعتذار، وبادر دايما إنك تعتذر. خلي عندك الشجاعة إنك تعمل كده، وحاول تصلح الغلط لو أمكن. هتلاقي دايما المدير بيقول إرشادات وملاحظات، حاول تستفيد منهم وتنفذهم. على سبيل المثال، لو طلب منك مثلا تعمل تقرير، اعمله زي ما كان بيعلمك أو بيديك انستراكشنز عليها قبل كده، وقدمه له قبل ميعاده، واقعد اتناقش معاه. واخيرا بقى وليس اخرا في الجزئيه دي، الالتزام بقوانين واخلاقيات العمل، لان لكل مكان بيكون فيه قوانين معينه واخلاقيات العمل لازم تلتزم بيهم، عشان ده بيخليك تكسب ثقه المدير والمكان اللي انت فيه المكان اللي انت بتشتغل فيه في العموم. طبعا بقى لان المدير الفاشل هو اللي دايما سبب الشقاء لغيره، زي ما احنا قلنا ورصينا ال8 صفات. واحيانا بيكون سبب ان اي حد موظف من الموجودين يفقد ثقته في نفسه او يسيب المكان، وده بينعكس طبعا على حياته هو شخصيا. فلازم تعرف ايه هي مواصفات المدير الناجح، عشان ان شاء الله لما تكون انت كمان مكانه ما تقعش في نفس الاخطاء دي. ايه هي بقى مواصفات المدير الناجح؟ ان المدير الناجح ده دايما بيبني الثقه ما بينه وما بين الموظفين، وبيشاركهم الافكار، وبيوجههم بالطريقه الصحيحه للمهام اللي بيطلبها منهم. دايما بينمي روح المبادره، فهتلاقيه دايما بيساعد فريق العمل بتاعه ان هو يخلص الشغل معاهم، وبالتالي طبعا ده بينعكس على اللي معاه، فهتلاقي روح الفريق عاليه جدا. المدير الناجح دايما هو اللي بيقود وبيساهم في التغيير، لان طبعا اي مدير بيبقى عايز ان المكان اللي هو فيه يتقدم لازم يكون مؤمن جدا بفكره التغيير. المدير الناجح برضو بيشجع وبيحفز الموظفين، وده أهم صفة من الصفات لازم تكون في المدير الناجح، لأنه كل ما بيشجعهم وكل ما بيحفزهم كل ده ما بيعلي روحهم المعنوية. وكمان دايما لما بتلاقيه دايما بيشكرهم على أدائهم المتميز، ده بيكون شيء إيجابي في الفريق العمل، فبتلاقي دايما فريق العمل زي ما قلنا روحه عالية جدا وبيدي أحسن ما عنده. المدير الناجح هو اللي بياخد قرارات بناء على جمع المعلومات والبيانات والحقائق اللي بيجمعها، لا بالأهواء ولا بالعصافير اللي بيشغلها. بيتواصل دايما مع الموظفين بوضوح، وبيشارك معاهم المعلومات والتقارير بوضوح وشفافية، ما بيخبيش عليهم حاجة عشان كل شوية حد يخبط على مكتبه ويقول له ناقص لي الحاجة الفلانية، علشان دايما يكونوا معتمدين عليه ويبقى في ايده كل حاجة.
المدير الناجح برضو هو المدير المسؤول، عارف ان هو المسؤول في المقام الاول عن الشغل وعن فريق العمل اللي معاه. يعني لو نجحنا كلنا هننجح مع بعض، لو فشلنا كلنا نفشل مع بعض، وهو السبب الاساسي والرئيسي. واهم حاجه بقى في كل اللي انا قلته ده، اسلوبه في العمل هو اللي بيحدد الاهداف، واسلوب العمل هيكون ماشي ازاي، ويوفر كمان كل الموارد او كل الحاجات اللي فريق العمل بيطلبها عشان يقدروا يحققوا ده. ولو ما عملش كده من الاول ووضح لكل واحد في الفريق ايه دوره بالظبط، في وقت ومجهود كتير قوي بيضيع على الفاضي. طبعا انا حاسه ان انا النهارده الحلقه بتاعتي كانت قلبه على محاضره شويه، بس معلش، لكل مقام مقال، ما كنتش هعرف اتكلم عن الموضوع الا بالشكل ده. ويا رب بس اللي يسمعني يكون طلع باي معلومه مفيده، واقابلكم بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله في نفس الميعاد، واسيبكم على الف خير. باي باي.